هاي اصحابي، اللي يبان كده يشوف ان الدنيا هتبقى ماشيه زي الفل. تعالوا بقى شوفوا معايا ايه اللي حصل عايزه واستنوا اقدم الفيديو شكوى في للاخر. بوكينج. قالوا لي لا، احنا ما نقدرش نقدم شكوى في بوكينج، ده الكاستمر سيرفيس بتاعهم. طلعت وحكيت الموضوع كله علشان ما حدش يتنصب عليه او ما حدش يبقى قاعد في الشارع في موقف زي ده من اكبر شركه موجوده. نبدا بقى بدايه اليوم كده، وهو ان انا رايحه على المطار على طول علشان هقضي باذن الله كام يوم كده في رمضان في احلى مكان في العالم، وهو في الكعبه وعند مسجد الحرام. فروحنا بقى سافرنا على طول كده، والمطار كان زحمه شويه بس الحمد لله كان زحمه قوي زي المره اللي فاتت. حطيت حاجتي بقى على السير وبدأنا بقى الرحلة من هنا، وطوابير كتير جدا، 100 طابور عقبال ما ندخل جوه. وهنا بقى وانا بختم الباسبور عشان اخد مكاني في الطيارة ونحجز، وبعدين بقى جاهزة للطابور اللي بعده. وبعدين ادونا بقى الورقة دي عشان نملاها قبل ما بندخل للمكان اللي بيدونا فيه الكونفيرم على السفر. وبرضو طابور تاني، وبعدين بقى بعد ما بنعدي الطابور ده بندخل خلاص على اخر طابور بيكون موجود. مشيت بقى على الممر ده، كل ده احنا طبعا لسه في مطار القاهرة. الممر ده بجد بيبقى شكله حلو قوي، هما مشغلين انوار اللي فيه بس ما كانش باين قوي في الفيديو. بعدين بقى خلاص هنا خلصنا، فدخلنا بقى ناحية السوق الحر كده، ورايحة بقى على اللاونج عشان استنى الطيارة. اللاونج ده بيبقى مكان بنقعد فيه كده لحد ما نستنى الطيارة. بيكون فيه بقى زي اوبن بوفيه كده، بيبقى فيه برضو كذا سيرفيس تاني، فتعالوا خدكوا كده جوه نتفرج عليه مع بعض. اول حاجة بيكون هنا اول ما بندخل فيه البوفيه اللي هو بيكون الحياة الحلوة، وبعدين ندخل بقى على البوفيه بتاع الاكل نفسه. بيكون حاطين زي ما قلت لكم اوبن بوفيه، بيكون فيه كذا صنف. كان فيه مكرونه فوتوتشيني بالفراخ، وكان فيه باميه، وكان فيه خضار سوتيه ورز، وكان فيه كذا حاجه تانية. وهنا الجزء بتاع السلطات، وده الجزء بتاع الابيتايزرز. مش عارفه الصراحه، انا ما بحبش الخضار في العادي عشان اكله في اوبن بوفيه، فجبت الفوتوتشيني ومعاه شويه من حياه الابيتايزرز كده. وهنا بقى اخدت الحلو، وطبعا لازم اخد معاه النسكافيه. وهنا يبان ان انا بقى عميقه قوي، وانا الصراحه كنت لابسه الشراب ده فحبيت ان انا اوريهولكوا. قعدت بقى شربت النسكافيه بتاعي، ودخلنا بقى في المرحله التانية وهي احلى مرحله، مرحله الاستجمام، وانا قاعده بعمل مساج قبل الطياره. وده كده كانت الأوضة اللي كان فيها الكرسي بتاع المساج. ودي الأوضة برضو بتبقى موجودة للناس اللي عايزين يقعدوا يريحوا دماغهم من غير دوشة. ودي البلاي جراوند، والجزء ده بيكون فيه مية وعصاير والمشروبات السخنة انتوا بتعملوها بنفسكم، مفيش حد بيقدم هناك السيرفيس، احنا اللي بنقوم نعمل كل حاجة. وهنا بقى وانا اخدت الكابتشينو بتاعي كنت بوريكم برضو الاوبشنز اللي كانت موجودة هناك. وكده ابقى جاهزة بقى ان انا اجري حرفيا على الطيارة، وجرينا جري على الطيارة على طول. واخدت بقى المكان بتاعي، وانا موعوده كل مره ان انا اقعد جنب الجناح بتاع الطياره. بس المهم ان انا بجد كنت شايله هم الطياره لاني بدوخ جدا، والطياره طالعه وبالذات كمان وهي فوق بيبقى عندي مشكله في ضغط الودان، بيبقى صعب جدا جدا. هنا بقى كان قاعد بيشرح لنا طبعا التعليمات بتاعه السفر، وبعدين قفلوا النور، بجد كانت تحفه. قعدت بقى اتفرج على الطياره وهي طالعه، وزي ما قلت لكم طبعا لازم ابقى شايفه جناح الطياره عشان ابقى متاكده ان انا قاعده في المكان الصح. هنا بقى وهي طالعه، وبجد قولولي ايه اصعب بالنسبه لكم، الطلوع ولا النزول؟ في الحالتين بيبقى الضغط بيبقى عالي قوي. وهنا بقى كانوا بيوزعوا السناكس او الوجبات اللي بتبقى موجوده على الطياره. انا بحب جدا البوف بتاعهم ده اللي هو اللي احنا بنقول عليه الكرواسون او الباتيه، وبيبقى معاهم كيك بيبقى طعمها حلو جدا. قعدت اتفرج بقى. هنا كده وصلنا جدة، وده كده شكلها من فوق، ودي فقرة النوم. الناس كلها حرفيا كانت نايمة ما عدا انا ما بعرفش انام ابدا في مواصلات عامة في اي حاجة، وهي كلها ساعتين مش مستاهل ان احنا ننام يعني. وصلنا بقى ونزلت من الطيارة، كنت شايلة هم حرفيا اول ما انزل من الطيارة من كتر المرة اللي فاتت كان الرطوبة عالية جدا، وكان الجو حر بشكل مش طبيعي. ما شاء الله المرة دي الجو تحفة تحفة بمعنى كلمة تحفة، الجو حلو قوي. وهنا بقى الفقرة اللي صورت فيها، واول ما وصلت هناك، اول ما وصلت ببص كده في المطار لقيت الجزء بتاع فنانيس ده، انا بحبهم جدا فاتبسطت قوي. ركبنا بقى اول باص علشان يودينا للباص التاني، ده مش باص ده مترو، هيودينا على الباص التاني. وصلت بقى خلاص هنا المطار بتاع جدة، ودي اشهر حاجة موجودة في المطار هناك، الحوض بتاع السمك ده. بجد سبحان الله، السمك فيه اشكال والوان وانواع وحاجات كتيرة جدا، وكلهم بيبقوا موجودين. فقعدت اتفرج بقى، شكلهم كان تحفة، وكنت مستنية بالذات الثلاث سمكات اللي تحت بعض اللي ماشيين دول، كان شكلهم حلو قوي. وطبعا البيك بقى. والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا كرمني، قدرت ان انا اعمل العمرة في اول يوم اول ما وصلت، بما ان انا احرمت وانا فوق في الطيارة، فعملت بقى العمرة وخلصتها على طول.
ودي علامه مميزه قرايبي عارفينها ان انا بعشق الشاني، فاستقبلوني بقى بالشاني. كنا خلصناه على الفجر، وتاني يوم بقى بالليل نزلنا نتمشى شويه، وده اسمه الممشى بتاعهم، بيبقى طريق كده عاملينه عشان الناس تتمشى فيه. رحنا اكلنا ايس كريم من باسكن روبنز، وبعدين رحنا مكان تحفه عشان الجو كان حلو قوي. هو بيكون مكان فوق جبل كده عالي، وبيكون فيه قعدات زي ما انتوا شايفينها. صراحة البلد متغيرة جدا عن ما انا كنت فاكرة او ما انا كنت بسمع وانا صغيرة، ان مكة بيبقى في حاجات كتير قوي كده، وبيبقى موضوع مشدد. ولا الموضوع دلوقتي اختلف نهائي عن زمان، وده على اللي انا كنت بسمعه. كان القعدات حلوة قوي والناس قاعدة، وكان جو تحفة بجد. فاتفرجوا بقى على المكان، وبعديها بشوية هفرجكم كمان على الفيو من فوق. خلصنا بقى واحنا ماشيين، ودوني اشرب شاي على الفحم، بجد طعمه خرافي. اللي يعرفني انا ما بحبش الشاي غير ساده عادي خالص، بس ده دقته كان بالحبك والنعناع، كان طعمه تحفه حرفيا. فدي حاجه من الحاجات الاساسيه اللي لازم تجربوها وانتوا هناك. بيبقى موجود في اماكن كتير قوي، بس مش عارفه الصراحه من كل الاماكن هيبقى طعمه حلو ولا لا. اتمشينا بقى شويه بالعربيه علشان نروح، دي اخر حاجه عملناها في اليوم الاول، واكيد هاخدكم معايا في اليوم التاني. فاسمعوا بقى انا حصل معايا ايه اصلا. امبارح تعرضت لاوحش موقف ممكن اي حد يتعرض له في حياته، ومشكله ان انا تعرضت له من اكبر الشركات العالميه، وهي شركه بوكينج. انا المفروض كنت حاجزه فندق الكلام ده من شهر، على اساس ان انا ان شاء الله هبقى موجوده في مكه يوم 8/3، ومفروض حاجزه الفندق على بوكينج، لانه رمضان بيبقى موسم صعب جدا ان اي حد يحجز فيه. في الاول وفي الاخر انا حاجزه عن طريق بوكينج، يعني اكبر شركه موجوده لحجز الفنادق. تمام. انا امبارح استلمت كونفيرم من بوكينج على الميل بتاعي ان الفندق بتاعي جاهز ان انا ادخل الفندق بتاعي في الميعاد اللي انا حاجزاه. رحت امبارح بشوف الفندق، لقيت الفندق تحت الصيانه. بقول لهم طب ده مش المفروض ده الفندق اللي انا حاجزاه؟ قالوا لي اصل في فوق كبير جاي وبنعمل صيانه للفندق. طيب ماشي. انا بقى دلوقتي ككاستمر او كعميله، انا دلوقتي حاجزه تبع مين؟ تبع بوكينج. يعني المفروض ABC، اي حد يكون عارف اي حاجه ليها علاقه بالشركات الكبيره او حتى الشركات الصغيره، انت دلوقتي المفروض بتكون في صف. المهم ان انا دلوقتي قعدنا ان احنا نتواصل مع بوكينج علشان نشوف ايه الحل بتاع الموضوع ده. انا ازاي دلوقتي المفروض في الشارع، يعني انا لو ماليش حد في البلد اللي انا فيها دي، تخيلوا الموقف ان انا فعلا حرفيا هبقى في الشارع. انا رايحه البلد وحاجز الفندق. تمام. كلمنا بوكينج امبارح، مكلمينه حرفيا فوق ال4 ساعات، من الساعه 4 لحد الساعه 12 بالليل بحاول اكلم بوكينج علشان بس نوصل لفكره ان انا دلوقتي كعميل قاعد في الشارع. انا دلوقتي كعميل ماليش فندق، وانا حاجزه من خلالكم، وجاي لي كونفيرم من خلالكم على الفندق. انا اتواصلنا معاهم بكل الطرق. يا جماعه في 2 ستات قاعدين مش لاقيين المكان اللي هم المفروض يقعدوا فيه. قالوا لنا طب احنا نعمل ايه؟ الفندق مش قادر يستقبلهم. يا جماعه مش قادر يستقبلهم ايه؟ وانا رايحه لهم لله، ما انا دافعه وحاجزه وجالي كونفيرم. عارفين المشكله في ايه؟ انا جالي كونفيرم من بوكينج. يعني انا دلوقتي لو الفندق قال لك ان هو مش قادر يستقبلنا، ابعت لي انه هيتغير الفندق، ابعت لي ان الفندق هيتاجل، ابعت لي ان الفندق اتلغى. لكن انت بتبعت لي انه تمام يلا تعالي. طب انا لو رحت دوله ما اعرفش فيها حد، انا المفروض اعمل ايه؟ يعني انا تخيلوا كده انا في دوله وما اعرفش فيها حد، يعني المفروض الموضوع هيتاخد ازاي؟ وفي الاخر ايه الحل؟ قالوا لنا خلاص احنا هنكلم الفندق يوفر لكم فندق تاني. وفر لنا اوحش فندق ممكن تتخيلوه في حياتكم. ماشي. ده غير ان هو ما فيهوش توصيل اصلا للحرم. انا دلوقتي انا ليه حاجزه فندق؟ ماشي، عشان يبقى في اوبشن توصيل للحرم. ما فيهوش توصيل للحرم. انا اجي اعمل ايه؟ يعني انا المفروض انت وديتني في حته مقطوعه بعيده جدا وما فيهاش اصلا توصيل للحرم، انا المفروض مني ايه الاكشن اللي المفروض اخده؟ انت دلوقتي كبوكينج، غير ان الكاستمر سيرفيس بتاع بوكينج بجد انا اعرفه ان انت المفروض اصلا تبقى واقف مع العميل بتاعك. انا دلوقتي عميل واتنصب عليا عندك في مكانك فندق انت حاطه عندك، وفانت في الاخر ما خدتش اكشن مع الفندق، انت جاي تاخد اكشن معايا انا اللي هو اعمل لك ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ يعني انا المفروض انا الاكشن بتاعي اعمل ايه؟ دي الفكره. انت المفروض تروح تاخد اكشن مع الفندق. انت حاطط فندق عندك مش موثوق منه. انا كذنبي ان انا وثقت في بوكينج، هي دي ذنبي، دي كل مشكلتي انا وثقت في بوكينج. بس
دي الازمه كلها. فانا دلوقتي المفروض ان احنا كلمناهم امبارح 4 مرات، كلمناهم باللغه السعوديه، كلمناهم باللغه المصريه، كلمناهم باللغه الانجليزيه. طب عايزين حد مانجر، طب عايزين حاجه كده المانجر بيتكلم بالانجلش، هاتوه. المهم في اخر حاجه خالص وصلنا لها ان هم بوكينج، انا كنت معاهم اخر حاجه على الكاستمر سيرفيس لحد الساعه 12 بالليل، وهو بيقول لي لو ما اخدتيش فلوسك قبل الساعه 12 بالليل هتروح عليكي الفلوس. في الاخر اجبرني ان الفلوس ترجع لي وترجع لي كريدت كارد. يعني قلت له طب هتديني الفلوس كاش عشان اقدر ان انا ازود عليها واحجز في اي فندق تاني، لان معظم الفنادق هنا ما بتقبلش بالكريدت كارد. قال لي لا انا ما اقدرش اعمل لك حاجه غير ان انا احول لك الفلوس زي ما انت دفعتيها، وحولها لي كريدت كارد. اجبرني ان انا الغي الحجز وان انا الغيه، وانا برده يعتبر في الشارع ما استفدتش حاجه. اجبرني ان انا برضو ترجع لي الفلوس بكريدت كارد. طب انا دلوقتي في موسم رمضان، انا دلوقتي مش هقدر، لو عملنا ايه مش هقدر اجيب فندق اصلا. لو لقيت فندق دلوقتي فاضي عشان الموسم، ولو لقيت فندق هيبقى ب3 اضعاف سعر اللي انا كنت ممكن احجز بيه. فانا مش عارفه المفروض دلوقتي. المهم ان انا اخر حاجه وصلتها امبارح معاهم وانا بقفل في التليفون، طبعا عايزه مدير، عايزه اي حد، او انا عايزه اقدم شكوى في بوكينج. قالوا لي لا احنا ما نقدرش نقدم شكوى في بوكينج، ده الكاستمر سيرفيس بتاعهم، يعني حتى مش هقدر ان انا اقدم لهم شكوى. فدي الحاجه اللي انا قدرت اعملها، ان انا طلعت وحكيت الموضوع كله علشان ما حدش يتنصب عليه او ما حدش يبقى قاعد في الشارع في موقف زي ده من اكبر شركه موجوده. وانا هكمل في الموضوع ده وهبدا ان انا هنزله في كذا بلاتفورم علشان انا فعلا مش هسكت.